ايه هي اللزوجة؟ خلينا نفهم اللزوجة بطريقة بسيطة. اي حد ممكن يكون عنده احساس تلقائي باللزوجة حتى لو ما يعرفش معناها، لاننا بنشوف ان العسل لزوجته تقيلة والزيت بتكون لزوجته اقل والمية بتكون لزوجتها اقل بكتير. كل ما السائل يبقى تقيل ومش بيمشي بسهولة بنقول لزوجته اعلى. لكن اللزوجة مش مجرد احساس، دي خاصية اساسية بتتحكم في سلوك اي سائل وهو بيتحرك. عشان نفهمها صح، تخيل سائل ماشي فوق سطح. السائل ده ممكن نفكر فيه كطبقات فوق بعض، وكل طبقة بتتحرك بسرعة مختلفة. الطبقة اللي لازقة في السطح سرعتها صفر، ودي قاعدة اسمها شرط عدم الانزلاق. الطبقات اللي فوقها سرعتها بتزيد بشكل تدريجي. لما طبقتين يتحركوا بسرعات مختلفة بيطلع بينهم إجهاد قص، شبه الاحتكاك اللي بيطلع بين جسمين صلبين بيحتكوا ببعض. قيمة إجهاد القص دي مرتبطة بقد إيه سرعة السائل بتتغير من طبقة للتانية. كل ما الفرق في السرعة كبير في مسافة صغيرة إجهاد القص بيبقى كبير. في معظم السوائل العلاقة بين إجهاد القص ومعدل التغير في السرعة علاقة خط مستقيم، والثابت اللي بيربطهم ببعض هو اللي بنسميه اللزوجة. اللزوجة هنا معناها الاحتكاك الداخلي للسائل وهو بيتحرك. كل ما اللزوجة أعلى، السائل بيقاوم التغير في السرعة أكتر ويحاول يخلي الحركة ناعمة ومتدرجة. القانون اللي بيحكم العلاقة دي اسمه قانون نيوتن للزوجة، والسوائل اللي بتمشي عليه بنسميها سوائل نيوتونية. اللزوجة اللي بنتكلم عنها هنا اسمها اللزوجة الديناميكية، ودي مختلفة عن اللزوجة الحركية اللي هي اللزوجة الديناميكية مقسومة على كثافة السائل. لو بصينا للسائل وهو بيتشوه مع الحركة هنلاقي إن معدل تشوه السائل مرتبط بشكل مباشر بمعدل تغير السرعة بين الطبقات. الفرق هنا بين السائل والصلب إن الصلب لما تحط عليه قوة قص بيديك تشوه محدود ويقف، لكن السائل طول ما القوة موجودة بيفضل يتحرك ويسيح. عشان كده في السوائل إجهاد القص مرتبط بسرعة التشوه مش بقيمته. وحدات اللزوجة الديناميكية بتبقى باسكال على الثانية، واللزوجة الحركية متر مربع على الثانية. في وحدات تانية مستخدمة زي البواز والستوكس، وغالبا بنستخدم السنتي بواز والسنتي ستوك. المية عند درجة حرارة الغرفة لزوجتها حوالي 1 سنتي بواز. زيت المحرك في نفس الحرارة ممكن يوصل 500 سنتي بواز، يعني أسمك وألزج ب500 مرة من المية. العسل حوالي 10,000 سنتي باز، وفي مواد لزوجتها عالية جدا لدرجة إنها تبان كأنها صلبة زي الأطران. على الطرف التاني الغازات لزوجتها أقل بكتير. الهواء مثلا لزوجته صغيرة جدا. في مواد غريبة زي الهيليوم السائل عند درجات حرارة منخفضة جدا بيتصرف كأنه مفيش لزوجة خالص، ودي بنسميها سوائل فائقة. طيب ايه سبب اللزوجة في السوائل؟ اللزوجة ناتجة عن قوى التماسك بين الجزيئات اللي بتربط الطبقات ببعض. في الغازات السبب الأساسي هو تصادم الجزيئات مع بعض، وعشان كده تأثير الحرارة مختلف. في السوائل كل ما الحرارة تعلى اللزوجة تقل، لأن الجزيئات بتتحرر من بعضها بسهولة أكبر. وفي الغازات العكس، اللزوجة بتزيد مع الحرارة بسبب زيادة حركة الجزيئات والتصادمات. اللزوجة بتتأثر بالحرارة أكتر بكتير من الضغط، وتأثير الضغط غالبا بنهمله. وبسبب إن اللزوجة بتأثر على سلوك السائل فهي عنصر أساسي في ميكانيكا المويع، وبتدخل في حسابات رقم رينولدز وبتحدد هل السريان هادي ولا مضطرب. السوائل عالية اللزوجة بتميل للسريان الهادئ لأن اللزوجة بتمتص الاضطرابات. اللزوجة كمان هي السبب في فقد الضغط في المواسير. من غير اللزوجة ما كانش هيبقى فيه مقاومة ولا فرق ضغط. عشان كده أحيانا في الحسابات بنفترض إن السريان عديم اللزوجة لتسهيل التحليل، وده مش معناه إن السائل ملوش لزوجة، لكن معناه إن تأثيرها صغير مقارنة بباقي القوى. الخلاصة إن اللزوجة خاصية محورية بتتحكم في كل حاجة السائل بيعملها، في الزيوت خصوصا. اللزوجة وتأثرها بالحرارة هي العامل الأساسي اللي بيحدد هل الزيت هيحمي ولا لأ.